صباح الخير عليكم او مساء الخير عليكم حسب ما بتشوفوا الفيديو. فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن انا ليه اطور نفسي او ليه اتعلم حاجة اسمها تطوير الذات. طب ما انا حياتي ماشية زي الفل كويس جدا، ما عنديش اي مشاكل. انت لو ماشي في حياتك وفي نجاح او جودة بنسبة 60%، لما بتتعلم حاجة او مهارة جديدة او طريقة جديدة او فكرة جديدة، ده بيساعدك انك بتعلي من جودة حياتك، بتوصل بيها لنسبة أكبر، بنسبة مثلا ل90%. ليه لأ؟ انت الكسبان. في نوعين من الناس: ناس الحياة هي اللي بتقودهم وتمشيهم وهم مش واخدين بالهم وشايفين ان ده نجاح، وناس هي اللي بتمشي حياتها عن طريق انها تتعلم ازاي يبقى يكون ليها رد فعل مظبوط تجاه الأحداث. على فكرة رد الفعل ده انت بتتعلمه، الأحداث ما بتتغيرش، الأحداث هي اللي بتجيلنا. لكن فكرة ان انا اللي اتعلم ازاي يكون لي رد فعل او فكرة مضادة او فكرة توقفني على رجلي من الموقف ده او تخرجني من المشكلة دي، هو ده اللي احنا بنتعلمه. مش بنغير الحياة، احنا بنتحكم في ردود افعالنا تجاه ان الحياة بتقدمهم لنا. يعني الحياة بتقدم لك موقف، انت هتتعامل معاه ازاي؟ هو ده تطوير الذات. انا بطور من نفسي، بطور من حياتي عن طريق نفسي. في حاجة بقى اهم من ده كله: في ناس بتواجه مشاكل وبيبقى المفتاح بسيط جدا والحل بسيط جدا، بس الموضوع كله ان هما ما عندهمش المعلومة، مش ان هما مش قادرين يحلوا المشكلة او ان المشكلة صعبة. لا، انت ما عندكش بس المعلومة او معكش المفتاح اللي يخليك تخرج من اللي انت فيه. هنا برضو بتيجي فايدة يعني ايه تطوير الذات، وليه محتاجة اتعلم تطوير الذات، وليه محتاجة اتعلم جودة الحياة، وليه محتاجة اتعلم مهارات او اللايف سكيلز اللي تخليني ان انا اقدر ابقى احسن وما اقعش في مشاكل تافهة وملهاش لازمة. ممكن يكون حلها بسيط جدا في حياتي، في بيتي، في شغلي، مع الناس، في تنظيمي، في تخطيطي. عشان كده التنظيم والتخطيط وتطوير الذات حاجات مهمة، مش حاجات بقت تافهة او الناس بتسمع تقولك ياه هو كل الناس دلوقتي بتتكلم عن التنمية البشرية وتطوير الذات. لا، في مفاتيح جديدة في الحياة الناس بدأت تكتشفها وبدأت تشوف ان الدنيا بتمشيش كده وخلاص. وانت لو ملحقتش ان انت تبقى مواكب الدنيا دي وعارف الدنيا ماشية ازاي، هتلاقي نفسك بعيد ومتأخر. ده غير ان انت اصلا ممكن من غير ما تاخد بالك تلاقي نفسك تعبان ومخنوق وبتواجه مشاكل بسيطة وتافهة وملهاش اي لازمة. في حاجة تانية برضو مهمة جدا: تطوير الذات او تعلم المهارات ده بيخليك انت سعيد. انت مش مهم الناس ولا مهم الناس ماشية ازاي، يعني بغض النظر عن الدنيا بقت كده وان كده لازم نتعلم. انت نفسك لنفسك. انا دايما بقول كده: انت نفسك لنفسك، مش عشان ولادك ومش عشان جوزك ومش عشان صحابك ومش عشان الناس تقول عليكي شاطرة. اللي انت هتتعلمه النهاردة هيفيدك انت في انك تتجاوز مشكلتك وتعيش حياتك بشكل احسن لروحك. وانا اتمنى ان تكون الفكرة وصلت، واتمنى لكم كل الخير والسعادة، وتعلموا واقروا وتفرجوا على فيديوهات، وربنا يوفق الجميع. ودايما اعرف ان كل حاجة انت بتتعلمها او مهارة جديدة من اي حد، انت الكسبان، محدش غيرك. مش عشان حد هيستفيد من وراك، انت اللي هتكسب في حياتك وهتحس ان حياتك بقت جميلة واسهل بكتير مما كانت ملخبطة. ميرسي لكم جدا. وفيا يوسف، لايك وسب